انا فاشل حرفيا، سنتين ضايعين في المعهد، مفيش شهاده، مفيش مستقبل، وحتى مفيش امل. دخلت على موقع Upwork وكنت عامل حساب بصفر تقييمات وصفر خبره، وكنت دايما بسمع الجمله الممله ديت: مستحيل تجيب عميل بدون اي تقييمات او ريفيوز. بس انا بفضل الله كسرت القاعده، وانا هنا عشان اساعدك ازاي انت تكسر القاعده ان شاء الله. ومش بس جبت عملاء، انا كمان الحمد لله وصلت للتوب ريتد بلس. ولكن فكك كده من ابورك وتعالى قول لي يا حسن السؤال اللي اتسال لي 50 مره: هو انت ازاي اتعلمت لغه انجليزيه مع انك قلت قبل كده انك كنت ساقط في المدرسه انجليزي ودخلت مدرسه حكومي؟ وفي الفيديو دوت هحكي لك خطوه بخطوه ازاي عملت التحول ده، فركز معايا قوي عشان بجد هتستفيد. وهقول لك على الاخطاء اللي بتدمرك لو انت داخل فعلا تتعلم لغه انجليزيه. لكن مبدئيا انا مش مدرس لغه انجليزيه، فلو في حد مدرس لغه انجليزيه صديقي، هذه تجربتي الخاصه في تعلم اللغه والحمد لله فادتني بشكل كبير جدا. لو رجعنا بالزمن قبل وجود اوبن اي اي والحاجات دي كلها، انا كانت المصادر عندي بتاعه التعلم قليله ومش موجوده ساعتها الا كان موقع او موقعين. موقع كان اسمه انجفيد، ده كان موقع بيعلم اللغه الانجليزيه. الموقع كان رهيب، بيديك كل حاجه انت محتاجها. ولكن كنت بقعد ابص، هو انا هتعلم باست بارتيسيبنت ولا كونتينيوس ولا هتعلم ايه بالظبط؟ والحاجات دي اصلا انا مش فاهمها لحد النهارده على فكره. ولكن هحكي لكم قصه كده، ودي كانت بدايه مراحل التعلم بتاعتي في اللغه الانجليزيه. انا جات لي وظيفه عن طريق واسطه في شركه بتاعه خدمه عملاء لغه انجليزيه. على قد ما الواسطه دي كانت نفسها تساعدني، لكن ما كانتش تعرف قد ايه ان انا ضايع في اللغه. ولكن لما انا اتقبلت كان عندي هم 30 يوم فقط. فاكرين انتوا بتاع تجهز شقه وعفش؟ حاجه زي كده. فعلا اتطلب مني ان انا في خلال 30 يوم اخد تدريب على البرودكت بتاعنا او المنتجات بتاعتنا، وتخش تتكلم مع عملاء بريطانيين او بريتش. طبعا انا كنت في منتهى الرعب ان انا ازاي اتقابلت في شركه زي كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عمري في حياتي قبل كده ما اتكلمت انجلش. طب ايه اللي حصل في ال 30 يوم دول؟ بدات احدد هدف. هو انا دلوقتي كحسن بشتغل خدمه عملاء، محتاج اتعلم انجلش ليه؟ عشان ثلاث حاجات: بدايه المكالمه مع العميل، ان انا اسلم عليه بشكل كويس عشان اخد منه تقييم كويس، شرح المنتجات بتاعه الشركه، وبعد كده كمان ان انا بقفل معاه بجمله لطيفه زي مثلا اتمنى لك يوم سعيد. فبالنسبه لي الموضوع ما كانش واسع قوي. مشكله اللغه الانجليزيه لما الناس بتخش بتتعلمها، بتتعلم كذا حاجه في نفس الوقت. يعني مثلا لازم تتعلم conversation writing وكل الكلام الحلو دوت. انا دلوقتي مش محتاج ان انا اتعلم الكتابه او جرامر، لان في الاخر خالص لما انت بتتكلم مع عملاء انجليز قليل قوي انك تلاقي حد بيركز على طريقه النطق بتاعت الجرامر بتاعتك او ازاي انك بتستخدم الجرامر. طب ايه اللي انا عملته؟ ابتديت ان انا اركز فقط على اكتر جمل شائعه بتحصل في الكول سنتر، وابتديت ان انا افتح اليوتيوب واتفرج على كل الدايلوجز اللي موجوده. ده رقم واحد. جينا بعد كده ابتدينا بقى ان احنا نخش في مرحله متقدمه شويه في الشغل، وهنا بقى ظهرت المشكله الحقيقيه، وقعدت اظبط السوفت سكيلز. ولكن بقى عندي مشكله ان انا ما بعرفش اعبر عن نفسي في كتابه الايميلات، لان في الاخر لما انت بتيجي بتتكلم، اللي انت هتكتبه في البيزنس ايميلز هيكون مختلف تماما عن الطريقه الكاجوال اللي احنا بنتكلم بيها. وهنا بقى يا صديقي كانت الرحله الثانيه من تعلم اللغه الانجليزيه بالنسبه لي. منتهى البساطه، انا قعدت جبت كتاب. الكتاب ده كان بيتكلم عن البيزنس ديفلوبمنت او السيلف هيلب. ولكن لو انت جيت سالتني بقى يا حسن، طب انت دلوقتي قعدت تتفرج على فيديوهات دايالوجز ما بين عملاء وبعضها، ازاي ان انت عرفت تظبط المحادثه؟ انت برضه ما قلتش. في الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها عملت حركه لطيفه قوي. كان معايا موبايل سامسونج، كنت بخش بنعمل حاجه اسمها شادوينج. الشادوينج دوت انك بتقعد مع ناس في خدمه العملاء، بتتكلم مع عملاء وانت بتقعد تسمع هم بيقولوا ايه بالظبط للعملاء. كنت حرفيا بجيب الموبايل بقلبه بالعكس كده واحطه على السماعه وابتدي ان انا اسجل المكالمه. وفي خلال رحلتي للرجوع للبيت كنت اقعد اسمع المكالمات ديت واقعد اقلد الاكسبريشنز وكل التعابير اللي كان الموظف بتاع خدمه العملاء بيقولها، وان العميل كمان بيقوله، وازاي ان الولد كان بيهزر مع العميل. وكنت دايما بنقي احسن ناس موجودين في الكول سنتر عشان اقعد ان انا اسمعهم. وعلى فكره انا بس في الحته ديت او في الشغلانه ديت اكتشفت ان انا طريقه تعلمي ان انا اقعد اتفرج على حاجه بتحصل قصاد عينيا، مش ان انا اقعد اقراها. وهنا اكتسبت ثقة في نفسي قوية جدا. وفعلا أول ما بدأت بعد أول 30 يوم جبت أعلى نسبة إرضاء في الشركة الحمد لله، لأني فعلا كنت مستمع جيد جدا. وكل المواقف اللي أنا سمعتها مع كمية التكرار ده ساعدني ان انا ابقى قوي جدا في الحته ديت في الانجليش. فركز دايما انك تتعلم الانجليش في الحاجه اللي ليها علاقه بشغلك، وما تتعلمش كل حاجه عشان هتحس ان الموضوع كبير قوي. نيجي بقى عند مهاره الكتابه. ناس كتيره جدا بتستخدم تشات جي بي تي دلوقتي، طبعا ده سهل علينا حاجات كتيره قوي.
ولكن لو انت عاوز نصيحتي برضو، انت لازم وانت بتشتغل في شركات تعرف تكتب بيزنس ايميلز. على ايام انا كنت كل اللي بعمله ان انا بجيب كتاب بيتكلم عن البيزنس ايميلز، ابتدي ان انا اخش اقعد اكتب ملخص او اكتب ايميلات لنفسي كده زي تيست. وكنت بخش على موقع انكفيد وابتدي ان انا اسال الناس اللي هناك، كانوا عاملين زي صفحه كده، وتقعد بقى تسال الناس يا جماعه رايكم ايه في اللي انا كتبته، الدنيا تمام ولا لا. وكانت الناس بتقعد ترد عليا بالجراماتيكال ميستيكس اللي انا كنت بعملها. انت دلوقتي مش محتاج كده، انت دلوقتي عندك تشات جي بي تي. ولو انت عاوز نصيحة اخوك، ما تقولش للتشات جي بي تي اكتب لي ايميل وانت اصلا ما بتعرفش تكتب ايميلات. خلي تشات جي بي تي يقيم لك ايميلاتك. نصيحتي ليك، تخيل انت شغال دلوقتي في خدمة عملاء او شغال في حسابات او في بزنس اناليس او على حسب البزنس اللي انت شغال فيه، اعمل لنفسك 3 تيست كل يوم. خش اتكلم مع تشات جي بي تي في موقف ليه علاقة بشغلك، خش اكتب له ايميل كنوع من الشكوى او كنوع من الفولو اب، انك بتخش تتابع على اعمالك، او انك بتسال على ترقيه او بتطلب طلب اجازه، بحيث انك المصطلحات اللي انت تكتسبها كل يوم اللي تشات جي بي تي هيطلعها لك هتفهمها كويس قوي. هيديك بعد كده وفره من المصطلحات تبقى موجوده عندك وانت هتحفظها. لكن نصيحتي اوعى تستخدم بس تشات جي بي تي ان هو يكتب بالنيابه عنك. لو اتحطيت في مواقف انك قاعد بتكتب قصاد الناس هتزعل قوي وهتحس باحراج جامد. السؤال بقى اللي بيساله كل الناس كلها، هل الاكسنت يا حسن مهمه؟ خليني اقول لك ان انا اشتغلت مع كمية ناس في شركات كبيرة جدا، وعاوز اقول لك ان 3/4 الناس اللي كانوا شغالين معايا كانوا هنود. انا كنت حرفيا عشان اعرف انصت لهؤلاء الناس كنت دايما بقعد اعمل كده عشان اسمع او افهم بالظبط هم بيحاولوا يقولوا ايه. لو انت عاوز تعرف مدى اهتمام العملاء باللغة بتاعتك، هم هيركزوا معاك في حاجتين بس: انت بتتكلم بشكل واثق من نفسك ولا لا، والحاجة التانية هل كلامك مفهوم ولا لا. انا شرحت لك باختصار كده ايه قصتي في تعلم اللغة الانجليزية. النهاردة انت عندك كل حاجة، تشات جي بي تي ممكن يحط لك خطة كاملة تبراكتس او تعمل تدريب عليها كل يوم. وصدقني حاول انك تتعلم اللغة بدافع الحب ومش بدافع الاستعجال. لو انت بتتعلم عشان تعمل فلوس على منصات العمل الحر هتخسر. ومش كده وبس، كمان التحدي اللي كان قابلني لما انا اترفدت من المدرسة كان دايما بيطاردني، وقلت مش هسيب اللغة دي الا لما فعلا اتعلمها. ولو انت تابعت لحد اخر الفيديو ده، اكتب لي Virtual Assistant 2026، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.